السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللي أول مرة يشوف القناة بتاعتنا ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حبايبي طبعا ما ينسوش اللايك الجميل. بصوا بقى يا جماعة، النهاردة جاية أعمل معاكم غدا حلو كده، حاجة سبايسي وخفيفة. هنعمل مع بعض بانيه. البانيه جاهز اللي هو زي الكوكي والكلام ده كله. بصوا بقى الوصفة بتاعتنا. معايا حبايتين بطاطس سلقتهم، ومعايا قرنين فلفل رومي، وفلفل حراق يعتبر هو قيمة قرن، نص اخضر ونص احمر عشان ما يبقاش حراق قوي. ومعايا هنا معلقتين نشا كبار، ومعلقتين دقيق كبار، ومعايا بقسماط محوج. ومعايا هنا البقسماط دوت عشان خاطر هبقى اتبل بيه البانيه بتاعنا. ومعايا هنا المقادير بتاعتنا. معايا 2 دجاج، مش عندك فوريه حط مكعب، ومعلقه ملح كبيره، ومعايا بيضتين. ومعايا التوابل بتاعتنا بقى. معايا معلقه كمون بودر، معلقه 7 بهارات، نص معلقه شطه، معلقه بصل بودر، فلفل اسمر، كمون. ومعايا نص كيلو بانيه. تعالوا بقى نشوف. احنا دوت مش هحتاجه دلوقتي الا الاخر خالص. نجيب بقى الكبه بتاعتنا، نركن ده كله كده. هناخد البانيه، هاخد البانيه واقطعه، اشطفيه كويس عشان ايه ما يبقاش فيه عظم ولا فيه اي حاجه. حاجه خفيفه كده، العيال اصلا بتحبها. انا هفرم كله في الكبه وهخلط معاه الفلفل والبطاطس. بس هدي البانيه فرمه الاول كده لوحده. انا بحب اقطعها عشان ما تمسكش في السكينه، تبقى سهله معايا كده. هو اصلا دايب اهو. تجيبي نص كيلو بانيه، مش شرط تكوني جايباه شرايح، ممكن تجيبي قطعه واحده. انت عندك صدر فرخه ممكن تعمليه. حلو سهل جدا على فكره وخفيف. هو النص كيلو مع الحاجه ديت هيعمل لك كميه حلوه. وممكن نص كيلو ما تستخدموش كله، لو انتوا عدد كبير يا دوبك هو يقضي. بسم الله. كده يا جماعه نفرمها بقى. بصوا فرمتها، احط معاها البطاطس. فضي البطاطس كلها مع بعض تتفرم معاها. البطاطس لازم تكوني سلقاها قوي عشان تدوب معاكي مع الخليط. بصي باينه. اوريها لكم بقى اهي. بصوا الجمال. بس معلقه كلها يركزت في حته واحده. انا عايزاها دايبه كده زي بعض مع بعضيها. احط معاها الفلفل بقى. الفلفل ده اختياري على فكره، حابه تحطيه ماشي، مش حابه براحتك، بس انا بحب الفلفل فيها، تديها طعم وريحه حلوه كده. طريقه البانيه دي جميله جدا، جربوها هتعجبكم والله، وطعمها زي العسل وعيالك هيحبوها. الشتا بقى كده تبقي قاعده عايزين اكله انت تقومي انت عاملاها وشايلاها في الفريزر، يا دوبك تطلع على القليه بس زي الكوكي الجاهز كده. ده اسمه البانيه الجاهز. حطي معاه حتتين الفلفل دول، هم حراقين بس ماشي، ما انا ما حطيتش القرن كامل عشان ما يبقاش حراق قوي.
الخليط جه كتير لما حطيت معاه البطاطس. احنا هنعمل كده عشان نفرمها حته حته. بسم الله ما شاء الله، لما حطيت البطاطس مع البانيه عمل كميه معايا اهي. شلت ديت، حط معاها بيضه، حط معاها التوابل، البيضه ديت هخليها مع النص التاني هنا. عايزه بس انعم معاها الفلفل عشان الفلفل ما يبانش معاكي وانت بتاكليها. انا عايزاها كلها تبقى دايبه دوب كده. بصوا بقت سهله معايا في الفرن ازاي. فرمت اهي، لما انا قصتها اتفرمت معايا وبقت حلوه. شيل دي كده. ما حطيتلهاش بصل عشان في ناس بتحط لها بصل، انا مش حاطه لها بصل عشان تبان زي الكوكي بالظبط. بصوا اتفرمت اهي. طبعا الكبه لو كبيره كانت خدتهم كلها، بس هي ايه عشان الخير بسم الله ما شاء الله كتير. انا ما رضيتش اقطع الفيديو، قلت عشان اوريها لكم برضه عشان ما فيش حاجه تعديكم من الفيديو، فرماها بكل حاجه معاكم. انا بنزل بدي، متخافوش كله هياخد الحقيقه كله مع بعضه، بس لازم تفرديها كده الكبه مع البيضه. حطيت كده البيضتين اهو، هما النص كيلو بياخد بيضتين اتنين بس. حطي معاها الدقيق كده، حطيت كله مع بعض اهو. لو انت عندك الكبه كبيره هتشيلهم مره واحده، مش كبيره هتعملوهم على مرتين وتقسمي في الحاجه بتاعتها كلها مع بعض. اهي بسم الله ما شاء الله عليها جميله. هتقولوا لي ليه بقسماط مع دقيق؟ هفرم واقول لكم ليه دلوقتي كله مع بعض. بقت زي الفل كده خلاص اهي، فرمنا كله مع بعض. الفلفل دوت عشان يديها نكهه وريحه حلوه. بصوا بقى كده الجمال. طبعا مش هترضى تطلع عشان الدقيق اهي، يعتبر زي العجينه بالظبط اهي. كده خلاص خلصناها. نجهز بقى الغطا، بس اصبروا اعمل حاجه. عايزه كده رايحين فين؟ طلع الصباع بتاعنا ده لزق اهي كده. ودي معانا اهي، كله كده في قلب بعضه. كل ما هتحتاج منك بقسماط ولا حاجه اديها اللي انت عايزاه. بص اهي في المرحله دي بقى كده عايزه ايدينا، بس ايه اما ادوب ده الاول معاها كده.
جهزي بقى غطا صغير عشان تعملي على حجمها. دي بقى عيالك ياخدوها معاهم النادي، تعملها لهم عشوه بالليل في الكايزر في عيش. كنت فاكره اقول لكم معلومه، دي حطيت معاها الدقيق وقلت لكم فكروني، فكرتونيش ليه بقى؟ بس هي كده محتاجه اهي شويه بقسماط كده. دي انا غسلاها كويس ونضيفه عشان ما تقوليش ايه ده بتعملي بايديكي. بص الجمال. ريحتها جميله جدا. انتوا تعرفوا ان انتوا ممكن تعملوا الطريقه دي حواوشي، بس تبعدوا البقسماط والدقيق وتحطوا معاها بصل وتحطوا معاها خضره. هبقى اعملها لكم برضه واوريها لكم، انا عملتها وجربتها كانت جميله جدا اهي. اغسل ايدي بقى واجهز كيس واجهز الحاجه بتاعتنا واوريها لكم. كده يا جماعه بقى انا جهزت. بصوا هنا حطيت شويه دقيق عشان طبعا البقسماط عندي قليل. حطيت شويه دقيق هنا، قلبتهم كويس مع البقسماط اهو. عايزه بقسماط عايزه فيجيتار، في اللي هي الخلطه الجاهزه اللي هي القرمشه ديت عند العطار برضه. ومعايا هنا غطا بتاع برطمان اي حجم انت عايزاه بقى، كبير صغير. ومعايا كيس، جبت هنا صينيه عشان اللي اعمله هحطه فيها. بصوا بقى نعمل ايدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدريها كده، تعملي الحجم اللي انت عايزاه. يطلع لك زي القرص كده. انت بقى عايزه تكبريها براحتك، مش عايزه برضه براحتك. اهي بصوا سهله جدا. نحطها هنا. بصوا جميله جدا اهي، ومفيهاش اي مشكله. احلى وجبه هتعمليها. هعمل معاكم كمان واحده كده. ما يغركيش اللي هي طريه، ما هي لازم تبقى طريه عشان ايه؟ كلها بانيه وما فيهاش حاجه تمسكها وبيض. بصوا اهي جميله جدا والله العظيم. في مره عملتها عيالي كل شويه يطلبوها، فانا قلت انا عملتها اول مره ما وريتها لكمش، قلت المره دي لازم اوريها لكم. اهي خلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. بص كده يا جماعه بقى عملت كميه قد ايه. النص كيلو عمل لي 38 واحده بالظبط. شوفي بقى لما تروحي تجيبي كيس برجر بيبقى حسب بقى 20 قطعه 19 قطعه دول. بصي كميه اهي حلوه اهي. ويلا بينا نقلي مع بعضينا كده ونشوفه عامل ازاي مع القلب. كده يا جماعه انا حطيت الزيت يسخن معاكم اهو. جبنا الصينيه الكبيره اللي احنا عملناها اول واحده اللي هي دي. على فكره بقى لو مش عايزه تقلي الكميه كلها انت بتقلي على قد ما انت عايزه، والباقي تشيليه في التلاجة تحطيه على حاجه مفروده زي كده. لا اما طبق كيس على بعض كده وتحطي الطبقه التانية، لا اما ما عندكيش خلاص لو حابه تشيليه في الفريزر خليه مفروض زي كده في طبق فل وحطي عليه الكيس وحطيه في الفريزر. كده الزيت قرب يسخن معانا اهو. لسه ما سخنش. كده يا جماعه الزيت سخن خالص، لازم الزيت يكون سخن عشان ما تفكش منه. الزيت سخن معانا اهو، لازم الزيت يكون سخن قوي. بسم الله. بصوا الجمال. حطي بقى على قد ما تقدري حسب ما الطاسه بتاعتك تشيل. ريحتها برجر بالظبط. بصوا الجمال جميله جدا. لازم الزيت يكون سخن كده. تكوني مجهزه معاكي طبق حلو كده عشان اللي يطلع تحطيها فيها.
سلام على ريحتها. كده اول ما تبدا تطلع بقى اوريها لكم وهي شكلها الجميل بتاعها كده. بصوا يا جماعه، انا ما رضيتش اخليها تحمر قوي، قلت اوريها لكم عشان ما تقولوش ده فكت في الزيت. بصوا جميله ازاي اهي، ما فكتش ولا اي حاجه. بصوا جميله ازاي. خلص بقى الكميه دي، على فكره انا مش هقليها كلها، انا قليت بس على قد ما العيله هتاكل عشان هما لسه جايين من المدرسه، وقلت اجهز لهم لقمه خفيفه كده وسريعه. كده بقى هخلص خالص واوريها لكم يا جماعه. لما طلع بقى بصوا المنظر، بصوا جميل ازاي اهي. تعالوا بقى نعمل، بصوا الجمال، سخنه. بصوا عامله ازاي، والله العظيم زي الجاهزه واحسن كمان من الجاهزه. تعالوا بقى نعمل معاكم السندوتشات كده. هنجيب كايزر، هنجيب كايزر حلو كده ونفتحه. حطي واحده، ومعاكي خس او كابوتشا شويه كده، ونحط خيار. طبعا هي العيال بقى بتحب كده، يعني لما تعملي لها حاجه شكلها حلو كده تبقى جميله جدا. وادي سندوتش وجبايه. بصوا الجمال، يا رب كده تكون باينه معاكم. عندك بقى كاتشب، عندك مايونيز، عندك طحينه، اللي انت حابه حطيه عليها. تعالوا نعمل سندوتش تاني. بصوا كده اهو، تعملوا لهم بقى رايحين المدرسه، تعملوا لهم يتعشوا بقى بالليل، قاعدين عايزين غدا كده. يا رب كده بقى يكون الفيديو عجبكم. واللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس، واهم شيء اللايك الجميل بتاعكم والكومنت الحلو. ومع السلامه.